السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق سكور ماتش المغرب في حلقة جديدة من حلقات سكور ماتش. اليوم سوف نتحدث عن موضوع جديد. هناك بعض، ليست تسريبات، ولكن هناك بعض الأخبار تروج إلى وجود 3 لاعبين في المستقبل، ولكن أقرر وأقول بأن هذه الحلقة اتخذت بعض المصادر، ولكنها ليست حقيقية إلى حد الآن. هناك فقط فرضيات، هناك فرضيات على وجود لاعبين جدد للعبة سكور ماتش. سوف نأخذ بعين الاعتبار أسماءهم وماذا يمكن أن يكونون، هل في الدفاع أو في الهجوم أو في وسط الميدان. سوف نقارن إذا صح هذا الخبر. هذا تسريبات وليست حقيقية 100%. يمكن أن تكون فيك، ممكن أن تكون في الواقع، أو تكون فيك مجرد كلام عابر فقط. نحن سوف ما يهمنا أو أننا وصلتنا المعلومة وسوف نناقشها معا. هناك كما تشاهدون هناك 3 لاعبين، وهذو اللاعبين باللغة الإيطالية. سوف بشرح هذه الخصائص. أولا كولوسوس، وتسمى العملاق. من خلال هذا الاسم الذي سوف يكون دورمان، اسمه دورمان، من الممكن أن يكون هذا اللاعب هو تطوير للبلدوزر أي العملاق، أو يكون تطوير للكوموندو القائد. في المركز الثاني أو في العنصر الثاني هناك شاتر أو السداد. يمكن هذا من خلال السد العالي يمكننا أن نصطلح ونقول بأنه هذا هو الدفاع الخارق. لما لا يمكن أن يكون ويقضي على الفوليبول نهائيا. وما يصطلح عليه بثيتروب ووكر أي البهلوان. وكما تشاهدون أن دور البهلوان هو في وسط الميدان، ماجيك الساحر. سوف يكون رهيب هذا اللاعبين إن صدق أو صدقت هذه التسريبات. إذن أصدقائي، كما تشاهدون نتمنى أن تكون هذه الأخبار 100% صادقة، وأن نشاهد 3 عمالقة أو 3 لاعبين عمالقة في لعبة سكور ماتش الذين سوف يبدلون هذه اللعبة إلى الأحسن. الاسم الأول للعملاق يمكن أن يكون دورمان، والسداد يمكن أن يكون فيكادو، والبهلوان ممكن أن يكون هيلاريو. إذن أصدقائي صديقاتي، إلى هنا تنتهي حلقتنا. اكتبوا لنا في التعليقات، هل هذا الخبر صحيح؟ هل أنتم مستعدين للقاء بهذه ال3؟ هل تتمنون أن يكون هذا التسريب صحيح؟ معكم أخوكم أنوار، إلى اللقاء، إلى حلقات مقبلة.